في فلسطين ونحن كجزء من هذا العالم بالتأكيد تأثرنا ونتأثر بما يجري فيه. لدينا عدد من الإصابات، ولكن بحمد الله هي لا تزال محدودة. آخر الأرقام تقول بأن عدد الذين أصيبوا بهذا الفيروس في فلسطين هو 375 إصابة. لدينا حالتي وفاة، ومعظم الإصابات تتماثل إلى الشفاء. لليوم الرابع على التوالي بحمد الله لم تسجل في فلسطين أي إصابة جديدة. يعني هذا سؤال مهم، خصوصا أنه يعني لدينا دولة جوار ألا وهي إسرائيل تفشى فيها هذا الفيروس بشكل كبير، ولكن بتقديرنا أنه هذا يعود بالدرجة الأولى إلى التدابير الوقائية السريعة التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية، والتي بادرت بشكل استباقي بفرض حالة الطوارئ منذ 5 مارس 2020. فالإعلان عن حالة الطوارئ وفرض حالة الطوارئ في البلاد في 5 مارس بكل ما ترتب على ذلك وما تبعه من إجراءات بحمد الله ساهم في تقليل عدد الإصابات، وأعطى الحكومة مجال للسيطرة على هذا الفيروس. وبحمد الله يعني نستطيع أن نقول بأننا تجاوزنا المرحلة الصعبة في هذا الموضوع، والآن الأمور تحت السيطرة. فيما يتعلق بالجزء الأول حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة، كما قلنا كان في هناك إعلان حالة الطوارئ. بموجب إعلان حالة الطوارئ تم قطع الحركة ما بين المدن والقرى الفلسطينية منذ ذلك التاريخ، وتم إلغاء كل المظاهر الاجتماعية العامة التي تستوجب التجمعات الكبرى منذ وقت مبكر، إلى جانب طبعا إغلاق الجامعات، إغلاق المدارس، ويعني كل الخطوات التي تهدف إلى الحد من الكثافة البشرية والتواجد البشري معا. بالنسبة للنقطة الثانية وهي المتعلقة بالأدوية والعلاجات، بلا شك أن دولة فلسطين مثلها مثل بقية دول العالم لم تكن جاهزة للتعامل مع هذا الفيروس، ولم تكن مستعدة له، حيث أن هذا الفيروس فاجأ الجميع بسرعة انتشاره. وبالرغم من ذلك كان في هناك نشاط مكثف من أجل تلبية الاحتياجات المطلوبة. المصانع الفلسطينية غيرت من خطوط إنتاجها في جزء منها، وبدأت تنتج المستلزمات المرتبطة بفيروس كورونا من كمامات وملابس طبية وقائية إلى آخره، إلى جانب أيضا التعاون مع دول العالم المختلفة من أجل تزويدنا بالمستلزمات الطبية اللازمة. والحمد لله يعني بعض المساعدات التي وصلتنا من الدول الشقيقة والصديقة أيضا ساعدت في تقوية جهازنا الصحي، وزادت من مقدرته على القيام بواجبه في مكافحة هذا الفيروس. ونخص هنا بالذكر شحنة المساعدات الدوائية والعلاجية التي قدمتها مشكورة الحكومة التركية للشعب الفلسطيني وللحكومة الفلسطينية. يعني هذه المساعدة التي احتوت على كميات لا بأس بها من أجهزة الفحص أو من شرائح الفحص ومن الأقنعة ومن الملابس الوقائية ومن مواد لها علاقة بتحسين التنفس إلى المعقمات. لا شك أن هذه منحة تركية مشكورة، وشعبنا الفلسطيني وحكومتنا تقدر تماما هذه المساعدة التركية التي ساهمت وتساهم في تخفيف من حدة ووطأة هذا الفيروس على أبناء شعبنا.
فيما يتعلق بالنقطة الثالثة حول البنية الصحية في فلسطين، فيعني نحن وبحمد الله في السنوات الأخيرة أعطينا هذا الموضوع أولوية كبرى، وبالتالي تم إقامة وإنشاء عدد من المستشفيات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية ومن قطاع غزة، لدرجة يعني بتنا أكثر ثقة بإمكانيات الجهاز الصحي لدينا. أصبح لدينا مستشفيات تخصصية تحتوي على أجهزة حديثة متطورة، وبالتالي يعني أثبت نظامنا الصحي في هذه الأزمة يعني قوته ومتانته، ونجح في أن يقوم بواجبه تجاه شعبنا على أكمل وجه. احنا بداية ظهور الفيروس عندنا ظهر في مدينة بيت لحم، ومدينة بيت لحم يعني كما يعلم الجميع هي مدينة السياحة الأولى في فلسطين، حيث بالعادة دائما ما يتواجد فيها أفواج سياحة من مختلف دول العالم، وبالذات العالم المسيحي، كون هي المدينة التي شهدت ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام. ونتيجة يعني الإصابات في مدينة بيت لحم هي كانت بسبب مخالطة أفواج سياحية كانت قادمة من الخارج، وهذه الأفواج السياحية كانت مصابة بالفيروس، فمن خلالهم تم نقل هذا الفيروس إلى مواطنين في مدينة بيت لحم. ومنذ يعني ظهور أول حالة جرى عزل مدينة بيت لحم بالكامل، منع الدخول والخروج إليها بالمطلق، وفرضت إجراءات وقائية مشددة، جرى يعني فحوصات للكثيرين، تم يعني تنفيذ الحجر الصحي في فنادق المدينة التي تحولت إلى محاجر من أجل الحيلولة دون تفشي هذا الفيروس. وبهذه الطريقة بحمد الله تمت السيطرة على الأمور. بعد ذلك الحالات التي انتشرت هي في معظمها جاءت من إسرائيل، لأنه هناك العديد من العمال الذين يعملون داخل إسرائيل عندما يعودون مصابين فيساهموا في نقل هذا الفيروس إلى عائلاتهم والمقربين منهم. لكن بالمناسبة بود أن أشير إلى أنه لدينا كفلسطينيين عدد إصابات في دول العالم المختلف كبير. تعلمون أن الفلسطينيين موجودين ومنتشرين في كل أنحاء العالم. حتى الآن بشكل رسمي لدينا في دول العالم المختلفة 1355 إصابة بالفيروس، ولدينا 75 وفاة، معظمهم في الولايات المتحدة وفي دول أوروبا المختلفة. يعني احنا بلا شك أن العالم في هذه الظروف الصعبة يتكاتف ويظهر أفضل ما عنده، وهذا واضح في سلوك العديد من دول العالم التي قدمت يد المساعدة لمن يحتاجها، إلى جانب المساعدة من الحكومة التركية المشكورة. تلقينا أيضا مساعدات من الحكومة الصينية ومن شركات صينية من القطاع الخاص أيضا، وهذه المساعدات هي عبارة عن مستلزمات طبية. تلقينا أيضا مساعدات طبية من مستلزمات طبية من ماليزيا. تلقينا مساعدات نقدية لشراء مستلزمات طبية من قبل السعودية ومن قبل قطر ومن قبل الكويت. فهي يعني مجمل المساعدات التي تلقيناها من الدول الشقيقة والصديقة. بالنسبة للجزء الأخير من السؤال، لا شك أنه إسرائيل ليست متعاونة بالمطلق في ما يتعلق بالمساعدات الطبية التي تأتي إلى فلسطين، ونلمس أيضا عدم تعاونها بالذات وبالتحديد فيما يتعلق بواجبها تجاه أهلنا في مدينة القدس. فهي لا تسمح للسلطة الفلسطينية ولحكومة دولة فلسطين أن تقوم بإجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة لأهلنا في مدينة القدس،
وفي الوقت نفسه هي لا تقوم بواجبها تجاههم من خلال الاهتمام الصحي وتقديم الرعاية والخدمة الصحية لهم. حتى الآن لم تسجل أي حالة إصابة لأي من أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالفيروس، ولكن هناك المنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية الخاصة بالأسرى تطالب في هذه الظروف الاستثنائية بأن يتم الإفراج عن الأسرى من أجل حمايتهم من أي مخاطر من هذا النوع. يعني إحنا في فلسطين لدينا كادر طبي بشري يعني نعتز فيه حقيقة، مؤهلين تأهيل عالي، لدينا تقريبا كوادر في كل الاختصاصات. وكما قلنا في هناك حصل بآخر سنتين 3 تطور كبير على صعيد البنية التحتية وبناء المستشفيات. لذلك أعتقد أنه إحنا الآن بتنا في وضع أفضل. ما كان ينقص القطاع الصحي قد يكون هو بعض المستشفيات الاختصاصية، مثل مستشفى للأمراض السرطانية مثلا. أعتقد أنه في هناك احتياج كبير في فلسطين لإنشاء مثل هكذا مستشفى، وأعلم أنه في هناك خطوات عملية كانت قد تم البدء فيها منذ فترة، نأمل أن تتكلل بالنجاح. أريد أن أقول في النهاية أنه إحنا في فلسطين في هذه الظروف لا نواجه كما بقية العالم فيروسا واحدا، وإنما نواجه فيروسين اثنين. نواجه فيروس كورونا من ناحية، ونواجه فيروس الاحتلال من ناحية أخرى. فيروس كورونا لن يلهينا ولن ينسينا فيروس الاحتلال الذي يحاول أن يستغل الظروف ويستغل انشغالات العالم من أجل إكمال سيطرته على الأراضي الفلسطينية، حيث يخططون إلى ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها كثمن للاتفاق على تشكيل حكومة إسرائيلية بين جانس ونتنياهو. وهذا الضم الذي يخططون له سيكون قريبا، ومثل هذه الخطوة إن تمت فإنما ستدفن عملية السلام إلى الأبد، وستنهي أي فرصة أو أي أمل بتحقيق تقدم سياسي لحل القضية الفلسطينية. نحن على أرضنا صابرين صامدين، وسنستمر إن شاء الله إلى أن يتحقق النصر وأن نقيم دولتنا وعاصمتها القدس الشريف بإذن الله. وكل عام وتركيا وشعبها الشقيق بألف خير في شهر رمضان المبارك وعلى أبواب عيد الفطر السعيد إن شاء الله.